للأسف مش هتعرف تهاجر لأوروبا تاني، ده حتى إن كندا واستراليا هيوقفوا الهجرة ليهم. طبعا ده كلام مش صح، لكن للأسف دي نوعية فيديوهات ومعلومات بتنتشر دايما حتى من قبل ما أفكر أسافر. فلو مهتم بالهجرة فخليني أفهمك حاجة بسيطة: الهجرة لأي دولة مش قرار عشوائي، والدول مش بتستقبل مهاجرين عشان خاطر كرمها، لكن عشان في احتياجات اقتصادية واجتماعية لده. الدول دي بتشوف الهجرة كحل أساسي لتحديات زي نقص العمالة والشيخوخة السكانية. دول زي ألمانيا وكندا سكانها بيكبروا في السن وعدد المواليد قليل، فده معناه نقص في الشباب اللي ممكن يشتغلوا ويدفعوا ضرائب تدعم أنظمة زي التقاعد والرعاية الصحية. مجالات زي التكنولوجيا والطب والهندسة بتعاني من نقص في العمالة، عشان كده المهاجرين بيكونوا الحل لسد الفجوة دي. عندك ألمانيا محتاجة حوالي 400 ألف مهاجر سنويا لتلبية احتياجات سوق العمل، وطبعا دول الاتحاد الأوروبي بتواجه نفس التحديات دي، عشان كده محتاجة لمهاجرين دايما. دولة زي كندا عندها خطط واضحة للهجرة واستقبلت أكتر من 460 ألف مهاجر في 2023 عشان تعالج تحدي إن 23% من سكانها فوق سن ال 65. خلاصة كلامي واللي عايز أفهمه ليك إن اللي بيقولك إن الهجرة وقفت لأي دولة أيا ما كانت فكلامه مش صحيح. الهجرة دايما ضرورية لاستقرار اقتصاد الدول، لكن دايما الأولوية للمهاجرين المؤهلين اللي عندهم مهارات بتناسب احتياجات الدول دي. فخليك دايما مميز في شغلك وحسن من لغتك حسب الدولة اللي ناوي تهاجر ليها. فلو بتفكر في الهجرة لدولة معينة قولي سؤالك في الكومنتات وأنا هجاوبك عليه.